السلام عليكم. هنشرح النيونيتال جوندس. النيونيتال جوندس من اسمها كده ان هي بتحصل فين؟ في النيونيت. تمام؟ النيونيت ده من يوم كام؟ من يوم ل 28 يوم. تمام؟ وساعات الدكاتره بيقول لك من يوم لايه؟ لشهر. طيب النيونيتال جوندس دي طبيعي بتحصل في الاطفال، مفيش اي مشكله، يقعد يومين في الحضانه ويخرج، مع اكسبشن لبعض الحالات. طيب انا عشان اشرح النيونيتال جوندس عايزه اعرف الاول هي جوندس دي يعني ايه؟ صفرة او اليرقان، معناها يلوش اوف السكين، اصفرار للجلد. طيب انا عايزه اعرف هي جت منين؟ جت بسبب ارتفاع البيليروبين. ارتفاع البيليروبين فين؟ في الدم. يعني الطفل ده بيكون عنده هايبر بيليروبينيميا. هايبر يعني عالي، وبيليروبينيميا يعني زيادة البيليروبين اللي موجود في البلد. عن كام بقى؟ ما ينفعش اقول من النورمال رينج وليكن من 5 ل9، ولا من 5 ل12، على حسب ايه؟ على حسب عمر الطفل. يعني في حاجة اسمها اور سبيسيفيك نوموجرام، وده عامل زي تشارت كده، زي التشارت بتاع الجروس ديفلوبمنت. بيقولك ان المفروض وليكن انا عندي هنا نسبة البيليروبين، تمام، اللي موجودة، وهنا عمر الطفل بالاور، عشان كده اسمه اور نوموجرام. طيب وليكن عمر الطفل ده لسه 12 ساعة، كل مرة بزود 12 ساعة، بعد كده 24 ساعة، بعد كده 36 ساعة، بعد كده 48 ساعة، وهكذا. الطفل ده في الأول لو أنا عندي نسبة البيليروبين لو، بعد كده مودريت، بعد كده هاي. لو نسبة البيليروبين هنا هشوف وليكن ادي 5 وادي 10 ادي 15 ادي 20، هشوف هنا نسبة البيليروبين عندي وليكن عمر الطفل ده 12 ساعة، وجيت هنا لو، يعني ممكن نروح البيت مفيش أي مشكلة. مودريت أخلي بالي لو زادت عن كده يبقى لازم يتحجز. وصلت لهاي اللي هو أعلى من 95%، لا ده كده محتاج إن هو يروح الحضانة. فأنا هلاقي إن هو لو عمره 12 ساعة ووصل ل7 أو 7، يبقى كده محتاج يروح الحضانة. لو جيت هنا وليكن عندي 48 ساعة، 48 ساعة، ورحت هنا بصيت لقيت إن لا ده ممكن يوصل ل10 وما يروحش الحضانة. فبيفرق في إيه؟ بيفرق في عمر الطفل. طيب دي مبدئيا كده عشان تعريف الهايبر بيليروبينيميا. ما ينفعش أقول زيادة البيليروبين أكتر من النورمال رينج، لا، ما ينفعش أحط نورمال رينج، لأن أنا عندي نسبة البيليروبين أو النورمال رينج بتاعته بتفرق بالنسبة لعمر الطفل. طيب البيليروبين بقى دلوقتي أنا عايز أعرف هو جه منين؟ البيليروبين ده طبيعي موجود في كل جسم فينا، في الأدلت والنيونيت، بس بنسبة أقل من 5. ماشي؟ المهم دلوقتي البيليروبين ده جه من تكسير الار بي سيز. الار بي سيز لما اتكسرت، احنا الطبيعي ان احنا الار بي سيز عندنا تتكسر كل 120 يوم، لكن في النيونيت كل 90 يوم. طيب الار بي سيز لما بتتكسر بينتج عن تكسيرها طبعا بيتكسر معاها مين؟ الهيموجلوبين. طيب المشكله في ايه؟ قال لك ان الهيموجلوبين ده بيتكسر لحاجتين، ايه هما؟ الهيم اللي هو الحديد، والجلوبين ده بروتين، والجسم بيعتبر البروتين دوت زي ايه؟ زي العمله كده، فلوس، ما ينفعش ارميها، انا هرجع اخزنها عشان استخدمه تاني. زي الجلوكوز برضو مش برميه، انا بخزنه واستخدمه تاني. عندي الهيم ده بينتج عنه ايه؟ يبقى ده هيتخزن كده خلاص. الهيم بقى نتج عنه ايه؟ نتج عنه حديد، تمام، ونتج عنه ايه كمان؟ ونتج عنه بليفريدين. طيب دلوقتي الحديد هيروح متشال فين؟ متشال في الأورجن، من ضمنهم الليفر. البليفريدين ده بقى هو
يتكسر بواسطه بليفريدين اوكسجينيز انزيم، وهيعمل لي البيليروبين. يبقى تاني البيليروبين ده نتج من تكسير مين؟ الار بي سيز. الار بي سيز اللي شايله مين؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده هو سبب المشكله، لان الار بي سيز لما تتكسر هو كمان بيتكسر، ولو هو اتكسر هي كمان تتكسر. الهيموجلوبين لما اتكسر نتج عنه جلوبين البروتين، والهيم اللي هو متكون من حديد وبليفريدين. البليفريدين اتكسر بواسطه انزيم، مش ضروري نحفظ اسمه، عادي بليفريدين اوكسجينيز انزيم، لان احنا كتمريض بنهتم بالحاجات الزتونه، الحاجات الاساسيه، ماشي، لكن التفاصيل دي لطب وبتوع فارما. البليفريدين هينتج عنه بعد ما اتكسر ينتج عنه البيليروبين. كده يبقى انا اهتميت بمين؟ عرفت البيليروبين ده جاي منين؟ من الهيم. عشان كده نلاقي مرضى الثلاسيميا اللي عندهم انيميا البحر المتوسط، من كتر ما طبعا فيهم مشكله في تكوين الهيموجلوبين بتاعهم، اللي تشين شكل الهيموجلوبين متغير عن النورمال، فبيتكسر البون مارو يصنع ويتكسر، البون مارو يصنع ويتكسر، ملوش لازمه بالنسبه لي. فمن كتر تكسيره بينتج عنه البليفريدين، ونلاقي عندهم نسبه صفرة. اي نعم مش بتبقى باينه قوي، لو الحاله دي مايلد مودريت ممكن ما تبقاش الصفرة باينه، لكن لو الحاله دي سيفير فبتبقى باينه، مع ان الليفر بتاعهم قادر ان هو يتخلص منه، لكن مع كتر الوقت وكتر التكسير الليفر ذات نفسه بعد كده من كتر تخزين الحديد عليه بيحصل له ايرون توكسيسيتي، والتكسير بيبقى اكتر من النورمال، فبيكون عندهم صفرة. كمان الحديد ده في المرضى الثلاسيميا انيميا البحر المتوسط بيبدا يتخزن في الاورجن، وده بيسبب لي مشاكل كتيره جدا. طبعا الحديد انا عايز ارجع استخدمه تاني في تصنيع الهيموجلوبين، مش هرميه، فيتخزن فين؟ في الاورجن زي الليفر. لما بيتخزن برضو على الليفر ده بيعمل لي ايه؟ ليفر توكسيسيتي، من الايرون اللي بنسميها ايرون توكسيسيتي. المهم دلوقتي انا عرفت ان البيليروبين هيجي منين؟ من الهيم. طيب والحديد خلاص اتخزن، نمسك بقى البيليروبين لوحده كده ونعرف الميتابوليزم بتاعه هيخرج فين. لو انا عرفت الميتابوليزم وكل مشكله ممكن تحصل في البيليروبين في تكسيره، ساعتها انا هعرف ايه اللي هيحصل وازاي اعالجه او ايه المانجمنت المطلوبه. طيب البيليروبين بعد كده بيبقى موجود في الدم، صح؟ خلاص طلع من تكسير الار بي سيز والهيموجلوبين. لو هو لوحده كده بنقول عليه ان ده فري بيليروبين لوحده، بقول عليه توكسيك، ده سام، بقول عليه indirect، تمام، وبقول عليه ايه؟ unconjugated bilirubin. يبقى ليه 4 اسماء، لا اما فري عشان لوحده مش مرتبط بحد، توكسيك سام وهنعرف ليه، indirect او unconjugated يعني غير ايه؟ غير مرتبط. طول ما البيليروبين لوحده كده يبقى توكسيك، لازم نفوكس على الكلمه دي، واندايركت. طيب بعد كده البيليروبين ده بيروح لمين؟ هو مش هيعرف يروح لوحده، بيروح للليفر. طيب الليفر بقى بيعمل ايه؟ اول حاجه هو ازاي هيروح للليفر؟ الليفر اصلا بيطلع الالبيومين. الالبيومين ده ليه دور مهم جدا بنشرحه في فيديو عن الليفر سيروزس. الالبيومين بيمسك في مين؟ في البيليروبين. بدل مسك فيه يبقى فري؟ لا. يبقى توكسيك؟ لا. يبقى اندايركت ولا انكونجيوجيتد؟ لا، لان البيليروبين مسك فيه بقى ايه؟ بقى مرتبط. اي نعم هو ارتباط مؤقت لحد بس ما يوديه الليفر وبعد كده هيسيبه. البيليروبين مسك في الالبيومين وراح وداه الليفر، راح الالبيومين سابه، قال له شكرا كده لحد كده كفايه، روح انت شوف بقى ايه هتعمل ايه تاني او هات لي واحد غيره. البيليروبين بقى يعمل ايه في الليفر؟ خلايا الكبد بتروح عامله ايه؟ تروح مخليه البيليروبين ده يمسك في انزيم اسمه جلوكورونايل ترانسفيريز انزيم. جلوكورونايل ترانسفيريز انزيم. الانزيم ده لما يمسك في البيليروبين يبقى كونجوجيت على طول بقى لحد ما يخرج بره. تمام؟ طيب
الانزيم ده لما يمسك في البيليروبين بقى اسمه ايه؟ conjugated bilirubin. conjugated bilirubin يبقى ده انتوكسيك، صح؟ يبقى ده غير سام. بعد ما يخليه يرتبط بالجلوكورونايد ترانسفيريز انزيم، يروح موديه على البايل او الجول بلادر، المراره، وتروح المراره مخرجاه على الديودينيوم الاثنى عشر، ومن الاثنى عشر نروح لللارج انتستين ويخرج عن طريق الستول. وطبعا احنا عارفين ان في اللارج انتستين بيحصل ري ابزوربشن، اعاده امتصاص لبعض المواد، من ضمنها ممكن يحصل اعاده امتصاص للبيليروبين اللي هو الكونجيوجيتد بيليروبين، وهيخرج بعد كده عن طريق الايه؟ عن طريق الكدني في اليورين. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت الميتابوليزم بتاع مين؟ بتاع البيليروبين. احنا دلوقتي بنتكلم في النورمال، ما اتكلمتش في الصفرة خالص. اول حاجه طيب انا عايزه اعرف البيليروبين ده الطبيعي لو جت في اي حاجه من الحاجات وحصل فيها بروبلم، حصل فيها مشكله، او المرحله دي معرفش جت عند مرحله معينه ووقفت ومعرفتش تكمل، ده يعمل معايا مشاكل طبعا. اولا على حسب بقى، هل المشاكل اللي حصلت خلت البيليروبين لوحده هو ده اللي بيزيد الزياده، ولا ده الكونجيوجيتد ولا الانكونجيوجيتد؟ هتفرق طبعا. ده توكسيك لكن ده انتوكسيك. التوكسيك ده بنسميه توكسيك ليه؟ لان هو فري لوحده. لو هو زاد في البلاد المفروض ان احنا مش بنخليه يزيد، بنحط الطفل ده على فوتوثيرابي، وان الفوتوثيرابي ما ينفعش نحط على جهاز اسمه بليسفير، وان البليسفير ما ينفعش، ولقينا ان نسبه البيليروبين وصلت ل 20، لا كده يبقى محتاج بلاد اكستشينج، بغير دمه. كل ده ليه؟ ده طفره يعني عادي مفيش مشكله. يقول لك لا، لان المشكله في ده لو هو البيليروبين الزياده الفري ولا التوكسيك هيوصل لمين؟ للبرين بارير، ولما يدخل على البرين هيعمل لي كرونكترس، يعني ممكن يقتل لي النيرفس سيستم، يعمل لي خلل في الخلايا بتاع النيرفس سيستم، يقتلها لي. وعلى حسب بقى الجزء اللي هيحصل له هيحصل ديسفانكشن، يعني ممكن يحصل بلايندنس، ممكن يحصل هيتلوس، تمام؟ يحصل لي منتال ريتارديشن. فمادام هو دخل على البرين هيعمل لي مشاكل كتيره جدا. طب هو عارف يدخل على البرين ازاي؟ لان هو فري لوحده، جزء صغير هيعرف يعدي من البرين بارير، هيعرف يعدي مفيش اي مشكله. لكن ده بقى المرتبط لا، ده كبير مش هيعرف يعدي منين؟ من البرين بارير. عشان كده مش بقول على ده التوكسيك، ده انا بقول على ده هو اللي توكسيك. طيب نيجي نقول بقى كده ايه المشكله اللي ممكن تحصل وتخلي البيليروبين ده يقف في اي جزء من المرحله دي. اول حاجه تخيل كده لو الطفل ده عامل الرايسس بتاعه مختلف، الار اتش بتاعته مختلفه، ايه اللي هيحصل؟ طبعا تكسير الار بي سيز، تكسير الار بي سيز اللي هو نتج عن الهيموجلوبين لما اتكسر نتج عنه بليفريدين، وبليفريدين اتكسر ونتج عنه بيليروبين. تكسير الار بي سيز هيبقى عالي جدا، الليفر مش قادر يتخلص من الكميه اللي عماله تتكسر دي. فهنا وليكن لو السبب بلاد انكومباتيبيليتي، عدم توافق في فصيله الدم، او العامل الرايسس مختلف ما بين الطفل وما بين ما بين الام، فتبدا الانتي بودي تهاجم الار بي سيز وتكسرها. فنسبه التكسير العاليه قوي دي لدرجه ان الليفر مش قادر يتخلص منها، بيتخلص من كميه البيليروبين اللي موجوده، بتعمل لي زياده في ايه؟ في البيليروبين. والنسبه التكسير العاليه دي لو كانت هي بسبب اختلاف في الار اتش او البلاد انكومباتيبيليتي بتظهر اول 24 ساعه، تمام؟ ومحتاجه ميديكال مانجمنت، لان التكسير عمال يزيد، وممكن تلاقيها بتعلى على طول، يعني ممكن تلاقيها وصلت ل 18 وما لحقتش لا قدر الله يحصل مشاكل، لازم الطفل يروح الحضانه. تمام. طيب نيجي بقى كده، يبقى اول حاجه لو بسبب التكسير ايه ازيد من اللازم، ممكن الطفل يكون عنده بوليسيسيميا. يعني ايه بوليسيسيميا؟ زياده في عدد كرات الدم الحمراء. نلاقي التمريض مثلا لما واحده تولد في مستشفى، نلاقي التمريض ماسك الكورد وعمال ينزل البلد كده في الطفل. ماشي يا ستي كتر خيرك، انت هدفك انك انت عارفه ان البلد ده اللي انت بتديه للطفل فيه غذاء،
ولكن انت برضو عملتي حاجة ليها سايد افكت. ايه هي؟ ان انت عطيتي بلاد ازيد من اللازم، هو مش محتاجه، وهيضطر ان الجسم يعمل له ايه؟ هيكسره. وليكن الطفل ده اتزنق في الولاده وحصل له هيماتوما. هيماتوما يعني في بلاد تحت الايه؟ تحت السكين، خرج من البلاد فيزلز. ده هيحصل له تكسير بعد كده، هيعمل لي زياده في البيليروبين. تمام. كل الحاجات دي اي حاجه هتعمل لي زياده في الار بي سيز في تكسيرها، هينتج عنه زياده في الايه؟ في البيليروبين. طيب نيجي بقى في الطفل اللي هو، نيجي ندخل على المرحله اللي بعدها، الليفر. ممكن يكون ايه في الليفر؟ بنقول عليها وليكن الفسيولوجيكال جوندس. الجوندس اللي هي طبيعي ان هي تظهر. بتحصل ازاي؟ بيقول لك ان الليفر ده هو في كامل وما فيهوش اي مشكله، بس كل الحكايه ان هو كسول شويه، فطبيعي، وده اللي بيحصل في اغلبيه الاطفال. فبنقول عليها فسيولوجيكال جوندس. ما تقلقيش يا امي، هيقعد شويه في الحضانه وهيخرج ان شاء الله، ما فيش لا. طيب كل الحكايه بس ان الليفر ايه؟ مش اكتف قوي ان هو يتخلص من الايه؟ من البيليروبين المتكسر. طيب جينا بعد كده، وليكن لو البيليروبين ده الكونجيوجيتد جه عند البايل ووقف بسبب انسداد في البايل، في اوبستراكشن في الجول بلادر، ده انا هنلاقي بقى في زياده. بس لما يجي يعمل تحاليل للتوتال بيليروبين هيلاقي من اللي زياده، هيلاقي الان الدايركت بيليروبين هو اللي زياده، او الكونجيوجيتد بيليروبين هو اللي زياده. ده توكسيك؟ لا مش توكسيك. ساعتها هنحطه على فوتوثيرابي؟ لا مش هحطه على فوتوثيرابي، ملوش لازمه. تمام؟ لان انا بحط على الفوتوثيرابي لو ده بس هو اللي زياده، لان ده الفوتوثيرابي هيكسره، لكن الفوتوثيرابي مش هيأثر على ده. فلا، انا لازم اعالج الكوزس من اساسه، وده اقول عليها باثولوجيكال جوندس. طيب لو هنيجي بقى نلاقي وليكن لو في مشاكل في الديودينيوم، او في لا قدر الله intestinal obstruction، ممكن ينتج عنه بيليروبين، ممكن ينتج عنه بيليروبين. طيب نيجي بقى نلاقي في نوعين تاني، بيقول لك ان في حاجه اسمها بريست ميلك جوندس وفي بريست فيدنج جوندس. البريست ميلك جوندس لو احنا جينا هنا عند الجوندس هنلاقي ان الطفل ده لما بيرضع من امه نسبة الصفرة عنده بتزيد، ودي مش بنكتشفها بسهولة، يعني مش بنعرفها على طول. اول حاجة لان النوع ده نادر، تاني حاجة لان الطفل اول ما بيكون عنده الصفرة، الدكتور دايما بيقول للام ايه؟ اديه رضاعة كتير، اديه لبن صناعي مع الرضاعة بتاعتك، رضعيه كتير. فتقول لك يا دكتور انا بعمل كده ولما برضعه طبيعي واللبن عندي كويس وما عندوش اي مشكله، الاقي نسبه الصفرة تزيد. وده بنسميه ايه بقى؟ النوع ده اسمه بريست ميلك جوندس. يعني المشكله في ايه؟ بريست ميلك جوندس يعني المشكله في اللبن بتاع الام. ماله اللبن ده؟ قال لك ان اللبن ده فيه سبستانسز، مواد انترفير ويز بريك داون الجوندس، يعني بيدخل في تكسير الجوندس، بيمنع تكسيره. ازاي؟ او بيمنع التخلص او الميتابوليزم بتاع الجوندس بتاع البيليروبين. ازاي بقى؟ قال لك ان الانزيم ده، اللبن ده فيه مواد بتروح جايه على الانزيم الجلوكورونايد ترانسفيريز انزيم وتخليه يقف او تقلل من نشاطه، فساعتها البيليروبين مش هيعرف يرتبط. يبقى مين اللي هيكون عندي زياده؟ البيليروبين اللي هو الايه؟ الفري، التوكسيك، اللي انا مش عايزاه يزيد عشان ما يدخلش البرين. تمام. قال ان في نوع كمان اسمه البريست ايه؟ البريست فيدنج جوندس. وده ماله بقى البريست فيدنج جوندس ده؟ قال لك ده للطفل بيحصل بسبب انه ما بيرضعش كتير. يعني واحد يحصل بسبب ان الام بترضعه طبيعي، وواحد بيحصل بسبب ان الام ما بترضعوش، او الطفل طول اغلبيه الوقت نايم، او من الرضاعه الطبيعي اصلا عشان بتعمل مجهود على الطفل تلاقيه رضع شويه ونام فمش بيكمل رضاعه كويس. فنلاقيه بقى ايه اللي يحصل؟ يقول لك ان الاكل او كميه الفود اللي بياكلها الطفل ما بيعملش ستول، المعده مش شغاله قوي، فتلاقي ان كميه الفود وليكن جت في الديودانيوم هنا ووقفت. احنا الديزاير بتاعتنا بتزيد في الستول او في الديفيكيشن لما يبقى فيه اكل داخل اكل يخرج، اكل داخل فضلات تخرج. تمام؟ طيب يعني في معنى ان الجديد يزيح في القديم اللي موجود. هنا بقى
الاكل موجود في الديودينيا، طب ايه المشكله؟ هيزيد عني الكونجيوجيتد. قال لك لا، لان الديودينيا من 12 فيها انزيم برضو بيكسر لي ده. لو الفود قعد فيه فتره بيكسر لي الانزيم اللي هو بيرتبط مع البيليروبين. طب والحل ايه؟ لا انا ارضع والطفل الاكل يمشي ويخرج عن طريق اللارج انتست وما يبقاش فيه اي مشكله. طب اللي بيخرج هنا يروح الليفر يعمله، طب ما كده انت بتعمل اوفرلود على الليفر. انا هعمل البيليروبين اللي جاي لي واللي جاي لي من الديودينيا مش كفايه اللي جاي، اروح اعمل اللي انا عملته، فبيعمل اوفرلود على ايه؟ على الليفر. كده باختصار الباثوفيسيولوجي والتايبس بتاعه الجوينتس. التريتمنت بقى، انا طبعا بعمل دايجنوز. قبل ما بعمل ميديكال مانجمنت بعمل دايجنوز. دايجنوزس لايه؟ للبيليروبين. اروح اقول طبعا بعد الفيزيكال اكزامينشن وحاجه اساسيه، الاقي نسبه الايه؟ نسبه الصفرة، او هلاقي نسبه صفرة او في يلوش اوف السكين بتبان اكتر في الاي والميوكس ممبرين والايه؟ والسكين. حتى انت كمان لما بتضغط كده على السكين وترفع ايدك بتلاقي ان الجلد اصفر وبعد كده بدا يحمر، يعني بدل ما يبيض ويرجع يحمر لا ده بيصفر وبعد كده يحمر، بيبقى باين على الجلد. قال لك ان في تيست كده هو مش عندنا، على اساس ان هو بيظهر في الابر اكستريميتيز الاول، بيظهر على الفيس الاول والابر اكستريميتيز والشيست والابدومين وبعد كده اللور اكستريميتيز. فقال لك ان في تحليل، انا عايزه اعرف نسبه البيليروبين صح، فقال لك انا هجيب النسبه اللي من على الفيس وهجيب النسبه اللي من على الشيست والابدومين وهجيب النسبه من على اللور اكستريميتيز واقسمهم على 3 عشان اجيب المتوسط، اجمعهم واقسمهم على 3 عشان اجيب المتوسط. المهم ان احنا مش بنعمله، احنا بنروح جايبين ايه؟ عاملين تحليل على طول بلاد تيست وشايفه نسبه البيليروبين اللي موجوده، هل هي دايركت ولا اندايركت؟ لو اندايركت على طول ادخل في فوتوثيرابي، طبعا مع اللي احنا خدناه الاور سبيسيفيك نوموجرام، نسبه البيليروبين اللي زايده مع العمر بتاع الطفل، يعني هل هيدخل الحضانه ولا لا؟ هل اقول له الام نكتفي بان هي تروح البيت وتزود في الرضاعه ولا لا؟ وان هي تعرضه للشمس اللي هي بعد الشروق وقبل الغروب ولا لازم يتحجز في الحضانه وهكذا. طيب قلنا كمان من الدايجنوزس ان انا بعد ما باخد الفيزيكال اكزامينيشن واشوف التوتال بيليروبين الدايركت والاندايركت، لو هو الطفل ده لسه اول 24 ساعه لا انا كده بشك بقى، هقول للام انت فصيلتك ايه؟ والله ده لو ولدتي في البيت مش عارفه كام يماني، طب خلاص لكن كده اعملي تحليل الفصيله ونعمل فصيله للطفل ونشوف هل في توافق ولا عدم توافق بسبب التكسير الزياده ده. طيب لو الام عندها مشكله في البريست فيدنج تقول لك انا لما برضعه كل شويه الصفرة عنده بتزيد كده، يبقى هشك في البريست ميلك ولو ان نوع نادر قوي. تمام، وساعتها همنع الرضاعه الطبيعي وهدخل رضاعه، هكتفي بالرضاعه الصناعي لان المشكله في لبن الام هو اللي بيجيب له الصفرة. في الميديكال مانجمنت بقى انا الاساسي عنده الفوتوثيرابي ودي الترا فايلوت راي، والاشعه دي بتكسر البيليروبين. لو البيليروبين عندي وصل وبدا يزيد وما بينزلش او بينزل ببطء و18 كده او 16 و18 وبيعلى، لا ده انا هحطه على جهاز اسمه بريسفير غواصه، ودي مجموعه مجموعه لونط كده كتيره قوي. تمام، بحط الطفل من 6 ل 8 ساعات فيها وبعد كده بطلعه واحطه على فوتوثيرابي. لو وصلت ل 20 فانا بعمل بلاد اكستشينج، بغير الدم. بغير الدم ازاي؟ بطريقه كده شبه البلاد ترانسفيوجن، بس انا ما بقولش عليها بلاد ترانسفيوجن لان انا ما بنقولش دم. انا بعمل ايه؟ انا بدخل 20 سم طبعا بعد البريكوشن بتاع البلاد ترانسفيوجن، بدخل 20 سم بلاد واسحب 20 سم. الاول اسحب 20 سم من الطفل واعمل لهم ديسكارد، واسحب 20 سم من الدم اللي انا جايباه واروح اعطيهم على حسب ودي الدكتور اللي بيقوم بيها.